السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى قضوا معايا يوم الموظفة الحقيقي. بدأنا بفطار في الشغل، وبعدها اشتريت شوية طلبات للبيت وانا راجعة وجهزت اكل خفيف من البيت كده، وعملت بقى فشار وفنكوش وعنب وعصير، وخدت كمان صاحب ابني معايا ورحنا بقى نتفرج على الماتش. يعني خرجت انا وولادي واخدت صاحب ابني معايا ورحنا نتفرج بقى ايه على الماتش، عشان افرح اولادي كده واسيب لهم ذكريات حلوة. خصوصا بقى ان احمد ابني كده كان معايا صاحبه كده، فانا عملت للطفلين كده ذكرى لذيذة كده. وكان يوم بجد كان مليان فرحة وضحك وذكرى حلوة. صحيح هو احنا خرجنا، بس احنا ما خسرناش، احنا كسبنا قلوب العالم العربي كله. احنا كسبنا قلوب المسلمين. كفاية ان انا اقرا تعليقات الناس كده على الفيديوهات بتاعة التحكيم. اهل لبنان، اهل سوريا، اهل اليمن، اهل الجزائر، اهل العراق، اهل فلسطين، غزة الحبيبة، كلكم في القلب، كلكم في القلب. ومصر والمصريين بيحبوا كل اخواتهم العرب. لو خسرنا الكاس فاحنا يعني كفاية علينا نشوف قد ايه العرب بتحبنا. وانا كمصرية انا فرحانة ومبسوطة جدا بكابتن حسام حسن، باللعيبة بتوعنا، بجد كنتم رجالة وشرفتونا. خلصنا بقى كلام عن الماتش وندخل بقى ايه في الروتين بتاعنا. يعني انا كمان عايزة اقول من خلال الروتين بتاعي ده ان شوفوا يا جماعة، انا عملت اكلة في البيت ما كلفتنيش كتير. خرجت وفسحت ولادي واتبسطنا واليوم كله ما كلفنيش 300 جنيه على بعضهم، يمكن اقل من 300 جنيه كمان. يعني شوفوا، انا جبت نص كيلو البانيه جايباه ب90 جنيه، وعملت احلى اكل كفى 5 افراد. ماشي، بس صاحب ابني بصراحة يعني هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. انا كنت عاملة حساب ان هو هياكل معانا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني الولد ما طلعش كده ايه ياكل معانا. تمام، بس شوفي بقى، يعني انا بديكي فكرة اهو، انتي ممكن تعملي ايه هيشبعكوا بره كويس جدا، وهتبقى خروجة لذيذة فيها اكل نظيف، اكل موفر. شوفوا كده، كملوا معايا الفيديو وشوفوا انا عملت ايه. وعايزة اقول لكم ان الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون فيه كده ايه مفاجأة كده انا عملتها. هي تدبيسة بس، يعني لعله خير، لعله خير. بصوا بقى، انا هنا ايه كنت بتبل البانيه. وعايزه اقول لكم انا يعني عارفين كنت بشتغل بايدي ورجلي زي ما بيقولوا كده، لان انا جايه من الشغل الساعه 4:30، والمفروض ان انا هنزل الساعة 6. يعني كان المفروض انزل من البيت 6 علشان الحق الاقي مكان اقعد اتفرج فيه، بس انا نزلت على 6:30 كمان 7 الا. انا عقبال ما رحت كان اصلا الماتش شغال. وعايزة اقول لكم ان انا يعني انا لولا ان زوجي كده هو لف قبلي كده في السريع عشان يشوف مكان نقعد فيه، حرفيا ما كناش هنلاقي اي حاجة. كافيتريات كلها مليانة، كلها عندي هنا على اول الشارع. حرفيا ما كنتش عارفة اخد توك توك امشي بيه من كتر ما كانت الدنيا مقفولة. شاشات عرض في وسط الشارع وكراسي ومش عارفة ايه. فعلا كان يعني ايه الموضوع، عارفين كان شكله مبهج قوي الحقيقة. فزوجي كده راح لقى، دخلنا للناس اللي من شبرا، عارفين نادي المؤسسة. انا بصراحة رحت نادي المؤسسة علشان يكون ايه يعني اقتصادي شوية. انا بحب قوي اروح ستار كلاب
او ضباط النقل، بس دول بقى ممنوع فيهم الدخول بالاكل او المشروبات والكلام ده. وانتوا عارفين انا الايام دي اللي متابعني هيعرف ان انا بحاول اظبط الدنيا الشهر ده على قد ما اقدر، علشان ان شاء الله هدفع فلوس المصيف الشهر ده، فاهمني. وكمان عندنا بقى ايه، حاجة المدارس بقى وكله ورا بعضه يا جماعة. فانا حابة كده ايه اعيش الشهر ده كده بطريقة لذيذة، يعني محرمش ولادي، بس في نفس الوقت يكون ايه في توفير، وفي نفس وكمان يكونوا بياكلوا اكل صحي على قد ما اقدر يعني. المهم هنا بقى كنت طلعت حاجة السلطة اللي انا هعملها، طلعت المنجاية، طلعت الفشار والفنكوش، واول حاجة قلت اعملها ان انا اتبل البانيه. انا يعني كنت عارفة ان هو مش هيلحق يشرب من التتبيلة كتير، بس سبحان الله كان طالع طعمه تحفة تحفة تحفة. بجد والله يا جماعة، عارفين يعني لو كان اليوم مشي زي ما الشعب المصري كله كان عاوز، يعني عارفين، او مش هقول الشعب المصري، الشعوب بقى حبايبنا العرب كلهم، كان هيبقى لطيف خالص. هو بصراحة احنا اتنكدنا مش عشان خسرنا الكاس، لا، علشان الحكم الظالم، فاهمين يعني الموضوع. كان طبعا هقول ايه بقى، يلا الطفل المدلل كان لازما هو اللي يكسب، يلا الحمد لله. فاليوم ما مشيش زي ما انا عايزه يعني. فبعد ما انا على فكره ما اخدت الاكل وكده، هتلاقوا ان انا رجعت بالاكل تاني، اكلنا في البيت. بس برضو ده ما يمنعش ان احنا قضينا وقت كان جميل جدا برا صراحة، والولاد اتبسطوا، وطبعا هم مش فاهمين قوي. يعني انا عندي مثلا احمد ابني ما كملش 10 سنين هو وصاحبه، وكانوا يتفرجوا شوية على الماتش وينزلوا يلعبوا شوية، يتفرجوا شوية وينزلوا يلعبوا شوية. وبنوتي بقى بتهيس في الهيصة معانا، يعني في النهاية بعد ما خلص الماتش بتقول ماما هو مين اللي كسب؟ هي بتهيس في الهيصة معانا، فاهميني. بصوا هنا كنت عملت الفنكوش في الاير فراير بقى، ودي بجد اجمل طريقة لان ما بيطلعش فيه زيت خالص. انا ما كنتش بجيب الفنكوش ابدا لولادي لان كان بيبقى شارب زيت جامد قوي، وانا يعني انا ما بحبش الحاجة اللي فيها زيوت كتير، وبخاف عليهم كمان يعني. فانا بشغل الاير فراير على الميكروويف يا جماعة. بصراحة معرفش هل ممكن يتعمل في الفرن ولا لأ، معرفش يعني، انا معرفش طريقة للفنكوش غير يا اما على الزيت على النار يا اما في الاير فراير بالشكل ده. وجربت على فكرة الفشار في الاير فراير، لا ما منفعش، بس كده كده عادي يعني. الفشار نعمله على البوتاجاز مش بيجرى حاجة، هو بيطلع لذيذ يعني. بس هنا بقى كنت لقيت الجبن كده في التلاجة بالاطباق، فروحت مطلعه العلب دي، فضيت فيها الجبن عشان اعرف احفظها بطريقة كويسة يعني. يا رب يعني اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم كده، ما اكونش رغاية، ما تكونوا زهقتوا مني، ويا رب الفيديو بتاعي يكون ممتع وتكونوا بتستفيدوا منه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش بقى تعملوا اللايك والاشتراك لاختكم علشان عيلتي تكبر بيكم كده. وشجعوني يا جماعة بكومنت كده، وقولولي بتتابعوني منين. انا بلاقي ان معظم الناس بتتابعني، يعني تقريبا اكتر ناس بتتابعني الجزائر وبعدها العراق، يعني بيتابعوني اكتر من المصريين بجد. يعني كلكم على راسي طبعا، وكلكم انا فرحانة بيكم. كل الناس يعني. انا مش اقصد مثلا على العراق او الجزائر بس، لا، انا بحب كل اخواتي العرب يعني. بصوا هنا بقى انا بحب اجيب قوي رودس يا جماعة، رغم ان في ناس كتير تقول دومتي لبن طبيعي احلى، الا ان ولادي ابدا ما يحبوش ابدا دومتي طبيعي. احنا اصلا الحمد لله مش بنجيب غير اللبن طبيعي من ساعة ما قريت عن اضرار الدهن النباتي.
فاحنا بنحب رودس قوي، بنحب عبور لاند قوي، انما مش بجيب دومتي خالص. يعني لما بتتجاب غلطة كده ولادي بيرفضوا ياكلوها، باخدها بقى ان انا ناكل منها انا وزمايلي كده في الشغل. هنا بقى المية على النار كمان غليت. حطيت كده المكرونة، يعني كله جري جري اهو كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنت سايق الفنكوش خلص خلاص، فحطيته في المصفى دي. قلت بقى برضو يعني رغم ان انا عندي غسالة اطباق، بس مش حابة ان انا اعمل مواعين كتير، على اساس ان انا الغسالة تشتغل مرة واحدة، لان ما عنديش وقت اصلا ينفع ان انا اشغل غسالة مرتين. فبحاول برضو ان انا اقتصد في المواعين على قد ما اقدر. فطلعت الفنكوش كده حطيته في المصفى دي، وحطيت بقى الفشار برضو على النار. انا كنت بحاول اشتغل في اكتر من حاجة في وقت واحد على اساس ان انا الحق انجز. كان لسه عندي بنوتي صغيرة بقى ما بتعرفش كمان تجهز نفسها، فلازم بقى ان انا اديها الشاور بتاعها كده واعمل لها شعرها والبسها قبل ما ننزل. وكمان كانت هدومها عاوزة تتكوي، بس اخوها بقى ربنا يبارك له حبيبي هو اللي كوالها الهدوم كده عشان نلحق ننزل. كده بقى كان خلاص كمية الفنكوش اللي انا عايزة اعملها خلاص خلصت، عملتها. فضيت بقى الفنكوش في الطبق كده علشان هستخدم المصفى دي للفشار. بصوا يا جماعة، المكرونة دي زي ما انتوا شفتوا معايا مكرونة سايبة. فلما تيجي تعملي المكرونة السايبة دي لازم تعمليها في حلة كبيرة، وتكون المية اكتر من كده. الحمد لله معايا ما عجنتش ولا اي حاجة، بس يعني الافضل انا عشان عارفة المكرونة دي جاية من اني شركة بالظبط. او انا صحيح ما جبتهاش من الشركة اللي انا شغالة فيها، بس انا جايباها من واحدة يعني بتتعامل مع الشركة عندنا. فانا عارفة المكرونة بتاعتنا ايه ظروفها بالظبط، فاهميني؟ عشان كده مش مزودة المية، انا عارفة هي هتحتاج قد ايه. بس انتي جايبة مكرونة سايبة، انتي ما تعرفيش يعني مش متعودة تستخدمي نفس الشركة، او انتي ما بتسأليش مثلا المكرونة دي ايه، فانتي حطي مية كتير. بصوا بقى الاكل كده جاهز، وبعت ابني جاب بيبسي وجاب ميه وجاب طبعا ماكسة، وجاب كوبايات فاضيه كده. وعملت طبعا عصير المانجا، واخدت عنب، والعلبه فيها سلطه، وعلبه فيها بطاطس وبانيه. والولاد جابوا الزمامير، ورحنا كده على النادي زي ما انتوا شايفين. ما لقيناش مكان تحت، فاضطرينا نقعد فوق. شايفين ده كده كان اول جون بقى، يا على الفرحة كنا عمالين نتنطط. بنوتي هي بتشجع من فوق، وابني تحت بالزمامير بقى هو وصاحبه. بجد والله يعني عارفين كان احساس حلو قوي، كان وقت جميل قوي قوي قوي. كله بقى بالاعلام المصرية والزمامير وكمان الشماريخ. طبعا انا ما عرفتش اصور لكم الشماريخ، لان كان الشماريخ في يعني عكس ما انا ما بصور تماما، وما كنتش لحقت. هنا بقى كل اللي انا جبته في النادي فنجان قهوة. يعني بجد الحاجة اللي احنا كنا واخدينها ما شاء الله ما كنتش محتاجة ان انا اشتري حاجة يعني. شايفين الجمال يا جماعة؟ عارفين بحب قوي منظر الناس في صلاة العيد وفي الماتشات بجد. وفي صلاة العيد عارفين يا الله، يعني بحس احساس غريب قوي وجميل قوي. بجد انا عندي هنا، انا ساكنة في شبرا يا جماعة، عارفين بتبقى الدنيا مقفولة بالمصلين. الجون التاني كمان كان جه كده،
ما الجون ما دخلش فينا. برضو كانت فرحة كده، كنا بنقعد نهيص كده ان ما دخلش فينا الجون. اكتبولي بقى تحت مين اتفرج على الماتش ومين ما اتفرجش، وايه احساسكم. بس انا عن نفسي فخورة ببلدي مهما حصل. كده بقى كنا رجعنا البيت. كمان انا كان عندي شغل تاني يوم الصراحة، والنادي ما كانش يعني، كان لسه الناس قاعدين ما مش لاقيين مكان نقعد فيه، فبرضو ما عرفناش ان احنا ايه نقعد ناكل، عشان برضو الكافيتيريا فوق ما ينفعش نقعد ناكل فيها. حضرت بقى كده الاكل بقى وحطيت البيبسي واكلنا كده، ولحد كده الفيديو